أحد ضحايا ريا وسكينة والوحيدة اللي نزفت دم. طب مين دي وإيه اللي حصل؟ ده اللي هنعرفه في حلقة النهاردة، لكن مش قبل ما نصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام في الكومنتات تحت. حجازية ست مصرية بملامح مصرية جميلة جدا، زوجة وأم ل4 أطفال. حجازية للأسف كانت على علاقة بواحد تاني غير جوزها، وكان معروف إن هو سماك وكان فتوة بين الناس، كانت مشدودة ليه ومعجبة بيه، فعشان كانت تروح تقابله عند ريا وسكين. كانوا يقعدوا مع بعض قعدة أنس وفرفشة وضحك وهزار. المهم سكينة النار قادت في قلبها وبقت غيرانة جدا من حجازية دي، زي ما قلتلكوا إنها كانت جميلة جدا وكانت خايفة عليها من عبد العال. وفي يوم بعد ما مشت سكينة قالت ليهم بقولكوا إيه، إحنا عايزين نقتلوا البيت دي. انتوا عارفين طبعا ريا وسكينة كانوا بيقتلوا النساء اللي كانوا معاهم ده، لكن دي ما كانتش تحتكم على حاجة خالص غير غويشة واحدة بس، وكانت بتقعد معاهم قعدة أنس وفرفشة. فبيقولوا لها نقتلها ليه يعني؟ قالت هو كده، احنا ما بنحبهاش، هتقتلوها ولا نفضحوكوا؟ ساعتها ريا ضحكت وقالت اختي وانا عارفاها مجنونة وتعملها، احنا نقتلوها زي ما هي قالت. وفي يوم حجازية جاية تقعد معاهم زي ما بتقعد. المهم سكينة اليوم ده كانت بتبص لها من فوق لتحت وكانت عينيها كلها شرارة. طبعا عبد العال فهم نظرة سكينة، فبص لحجازية كده وقال لها ينفع كده يا حجازية؟ بهزر مع سكينة هزار عادي كده. اما اتزعلت قالت له هزار ايه ده؟ قام ولف ايده حوالين رقبتها وضغط بالراحة. حجازية طبعا قعدت تضحك، وبعد كده ضغط جامد جدا على رقبتها وكان بيخنقها. حجازية قعدت تقاوم وتدافع عن نفسها لدرجة انها خبطت راسها في الحيط، نزف الدم، ولحد دلوقتي الدم ده لسه على الحيطة. ويقال ان عبد العال ما كانش عارف يخنقها، فقام رزع دماغها في الحيط كذا مرة. وبعدها بص لحسب الله وقال انت بارد كده ليه يا جدع؟ انت ما تقوم تساعدني. حسب الله ساعتها قام ومسك رجليها اللي كانت بترفص منها لحد ما روحها طلعت وماتت. بعد كده شالوها بكل برود ونزلوا دفنوها في الدور الأرضي، وطلعوا كملوا قعدتهم عادي ولا أكن حاجة حصلت. وبعد كده سكينة خدت عبايتها والشال بتاعها اللي كانت لابساه، وخدوا الغويشة بتاعتها باعوها بكام؟ باعوها ب3 جنيه، وزعوا فلوسها على بعضهم. طبعا حجازية من الناس اللي كانت معروفة ان هي كانت على علاقة برجالة كتير، فمحدش اهتم باختفائها ومحدش بلغ خوفا من الفضيحة. افتكروا يعني ان هي هربت مع راجل من الرجالة اللي كانت تعرفه. وبعد كده لما تم القبض على ريا وسكينة واعتراف بأسماء النساء اللي قتلوهم، كان حجازية من الأسماء دي. كانت صدمة للجميع.